السلام عليكم، اخباركم ايه؟ انا دلوقتي طالع اتكلم معاكم اللي احنا النهارده يوم 1/2 اهو. وبعد ما استاذ مدحت العدل طلع اتكلم، واستاذ جمال العدل برضو نوه الموضوع ده ان في صفقتين باذن الله جايين نادي الزمالك. فانا خلاص احنا هنبتدي النهارده يا جماعه، من النهارده هنخاطب كابتن احمد حسام ميدو، استاذ عمرو الجنايني، استاذ مدحت العدل، استاذ جمال العدل. هنبتدي نكلم الناس دي بقى، لان الظاهر كده كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته شالوا ايديهم من الموضوع خالص، ولا بيردوا على اي حاجه، ولا بيتكلموا، ولا بيقولوا رؤيتهم الفتره الجايه ايه، ولا حتى بينزلوا بيانات يعني يتكلم في حال النادي احنا وصلنا لايه او هنعمل ايه الفتره الجايه، ولا اي حاجه خالص. خسرنا امبارح 3-0 من بيراميدز قدامهم، والجمهور كان في حاله غليان رهيبه في الاستاد الدفاع الجوي، وهم شافوا الكلام ده وهم قاعدين، ولا اي حاجه حصلت. وخلصوا الماتش وطلعوا على فرح بنت الكابتن حسين السيد. فاحنا دلوقتي بنطالب كابتن احمد حسام ميدو، واستاذ جمال العدل، واستاذ مدحت العدل، واستاذ عمرو الجناني يبتدوا يعرفونا الصفقتين اللي اتقالت، اللي احنا خلاص يعتبر ماضينا معاهم وكانوا هيعلنوا عنهم امبارح. فين هم الصفقتين دول؟ وايه إيه الرؤيه الفتره الجايه؟ لان خلاص قدامنا اسبوع بالظبط وكده المحل هيقفل. بالطريقه دي بالسكواد اللي احنا فيه ده زي ما قلنا، خلاص الزمالك هيخرج بره التسع مراكز الاولانيه، لان الفرق كلها متقاربه لبعض. فيا ريت يا ريت يا ريت كابتن احمد حسام ميدو واستاذ جمال العدل والاستاذ مدحت العدل والاستاذ عمرو الجناني يبتدوا يردوا علينا الفتره الجايه هيحصل فيها ايه، ولازم يعرفونا هيحصل ايه اليومين الجايين دول.